فيراري الاهلي للاعب مش لاقي نادي. في لعيبه بيبقى حظها وحش في اصابه او راح نادي ما توفقش فيه او حصل له ظروف شخصيه. شادي رضوان بقى حصل له كل ده مع بعض. في 2018 اختارته صحيفه ذا جارديان البريطانيه كواحد من افضل 60 موهبه في العالم، ودي اللحظه اللي كان المفروض ينطلق منها شادي بسرعه الصاروخ، لكن العين كسرت الترقوه. في نفس السنه جاله اصابه في الترقوه مرتين، اصابه رخمه قوي في لحظه الانطلاق، كانك بالظبط في سباق 100 متر واتكعبلت في بدايته، على ما تقوم مش هتلحق حاجه. بعدها شادي فضل في الناشئين وتصعد لاول مره للفريق الاول في يوليو 2020، لعب ساعتها ماتشين مع الفريق الاول قدام بيراميدز والجيش. بعدها بنشوف الفيراري بيطلع اعاره للبنك الاهلي عشان نستناه ينفجر بقى ويدغدغ الدوري، لكن مع الاسف ده ما حصلش. لعب طول الموسم 3 ماتشات بس، ولما لعب قدام الزمالك وادى اماره انه لعيب ممكن يجي منه، والده توفى بعدها، وطبعا اتاثر نفسيا جدا وبعد كتير عن الملعب. بعدها رجع للاهلي من غير ما يقدم اي حاجه تذكر في سنتين مع البنك، ويجي الصليبي بقى ويخلص عليه خالص في ابريل 2023 ويستغنى عنه الاهلي وهو حاليا بدون نادي. لكن زي ما قلنا على زياد بنقول تاني على شادي، هو لسه لعيب عنده 24 سنه، ورغم كل الظروف قدامه فرصه يلحق مسيرته.